يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل، أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني، أنا اسمي ندى الحديدي. النهاردة بفتح التلاجة عايزة أطبخ، مش لاقية غير حتة لحمة مفرومة صغيرة ومعاها بتنجانية وبطاطسيتين كده وفلفل أخضر. قلت يا بنت يا ندى تعالي نبدع مع بعض. أول حاجة زيت سخن هنزل عليه ببصل وفلفل وتوم كلهم مضروبين في الكبة مع بعض، بس زودي كمية البصل شوية. هديهم تقليبة حلوة لغايه لما يدبلوا، بس انا مش هديلهم لون. وعايزه على فكره اقول لكم على حكايه كده حصلت لي وعايزه اخد رايكم فيها، واللي انا عملته صح ولا غلط، بس ان يعني ايه، لما تيجي حاجه شرحه نفسها علشان اعرف ان انا احكي يعني. اول ما البصلايه بتاعتي دبلت هنزل بحته اللحمه المفرومه اللي كانت عندي، تقريبا كانت يعني ربع كيلو او اكتر من، يعني من ربع كيلو سيكه، مش قوي يعني. هنحطها مع البصل. طبعا كتري البصل هتكتر كمية اللحمة المفرومة، ولا سحر ولا شعوذة. كتري بس انت البصل وبيدي طعم تحفة في الاخر. ملح وفلفل شطة، بابريكا، حبهان مطحون وبهارات لحمه. انا مش هقولك يا ست الكل كميه البهارات قد ايه، انا هقولك حطي حسب الكميه اللي انت بتعمليها. يعني ممكن يكون ربنا كرمك شويه وعندك لحمه مفرومه بزياده، هتكتري طبعا شويه البهارات اللي عندك. هديها تقليبه حلوه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنزل عليها، بس ما تقلبيش كتير يعني عشان الميه بتاعتها ما تنزلش. بعد كده تنزلي عليها بصلصه بيوريه اللي هي الجاهزه، تقريبا 3 معالق كبار عشان يدوها لون حلو. وهديها تقليبه حلوه زي ما انتم شايفين. حلو كده حلو كده، لغايه كده تمام، لغايه كده تمام. طبعا انا من الناس اللي لازم احط يعني كوبايه ميه، مش هسيبها تتسبك على كده، لا انا بحط كوبايه ميه وهسيبها تروح وتيجي مع بعضها وتشكشك وتاخد وتدي، بحس انها كده استوت تمام كده. بعد كده بقى هسيبها لغايه ما تشكشك وتاخد مع بعضها كده وتدي، والميه بتاعتها تشربها تاني. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا البطاطستين اللي كانوا عندي، بشرتهم كويس جدا وعصرتهم من الميه اللي كانت فيهم كويس جدا. وبرضو لقيت بضايه قلتها لها تعالي يا حلوه هنعمل بيكي الوصفه بتاعت النهارده. هاخد البضايه بتاعتي وهربها كويس زي ما انتم شايفين كده. تربيها يعني ايه؟ يعني تضربيها كده بالشوكه. بعد كده تنزلي على البطاطس اللي عندنا. بس كده؟ لا، هنحط ملح وفلفل اسمر ومعلقتين من النشا. تمام كده تمام زي الفل. وهتديها تقليبه متينه، تجيبها كده من فوق لتحت، يعني تقلبيها كويس جدا عشان البيض يخش مع البطاطس. ليه حاطه بيض؟ عشان يربطوا لي البطاطس لما تيجي تستوي، لان البطاطس كده هتبقى مفروله تمام، هي والنشا. والنشا طبعا هيديكي القرمشه اللي احنا محتاجينها لما نعمل الوصفه بتاعتنا. طيب الحكايه ايه يا ندى؟ الحكايه ان انا كنت في السوق تمام كده. طبعا بقى خليكم معايا في الخطوات اللي جايه. وكمان عندي يا جماعه بتنجان، البتنجان اللي قلت لكم لقيتها في التلاجة، انا قليتها واديت لها لون حلو قوي كده وسبتها على جنب. الحكايه ايه يا بنات؟ الحكايه ان انا كنت في السوق النهارده بجيب سمك تمام. طب انا برضو عايزه اقول لكم على الحته دي مهمه يا جماعه. طب ثواني، آه، اوعوا تتوهوا مني، خليكم معايا. هنجيب البايركس بتاعنا او الصينيه، اي حاجه عندك تمام، هتدهنيها كويس جدا بالزيت او تغلفيها بالزيت او بالزبده براحتك خالص. وهتجيبي مش البقسماط بقى، السميد بتاع البسبوسه. تمام، عارفه السميد اللي هو دي البسبوسه؟ هتجيبيه وهترشيه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. دي بقى بتتحمر وتديكي لون حلو من تحت، وكمان هتقرمش معاكي. ونفس الحركه دي تعمليها لما تكوني بتعملي البيتزا يا جماعه. يعني لما تيجي تعملي البيتزا برضو تحطي الماده الدهنيه وترشي فيها السميد ده، وتحطي بعد كده البيتزا فوقيها وتستعمليها، هيطلع لك القعر بتاع البيتزا مقرمش وجميل. طب هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد البطاطس وهنفرشها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده تمام. وطبعا عشان الوقت يجري فانا هعمل الحركه السحريه. ايوه. حلو كده. لغايه كده تمام. انا بقى هحكي الحكايه بتاعتي وانتوا شوفوا انا بعمل ايه. في جبنه شيدر هتتحط في الاخر. رحت عشان اجيب السمك، فقلت له عايزه 2 كيلو سمك، كان سمك بوري. قال لي تمام، وزن لي السمك وزي الفل. انا ماشيه طبعا ماسكه السمك في ايدي، انا حاسه ان هو قليل. انا يعني زي اي ست بيت لما بتمسك الحاجه في ايديها تقريبا بتعرف هو قد ايه، كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو. انا مش حاسه ان هو 2 كيلو خالص، انا والله كنت حاسه ان هو كيلو في ايدي بس مش اكتر. المهم قلت يا بنتي يا ندى خليكي ناصحه، وروحي عندي اللي بتشتري من عنده الخضار وانتي واثقه فيه واثقه في ميزانه، روحي قولي له اوزن لي السمك ده قد ايه. فرحت له قلت له يا عم محمد الله يكرمك كده اوزن لي
الاستاذ ده. المهم وزنهولي قال لي كيلو و400، يعني مش 2 كيلو. يعني الراجل كتر الف خيره شايل مني 600 جرام مره واحده، يعني اكتر من نص كيلو 100 جرام. انا طبعا يعني صعقت، قلت نص كيلو يعني انت واخد حق مني نص كيلو سمك، هو السمك رخيص. المهم قلت ايه ما نظلمهوش، اخد السمك واروح عند حد تاني واوزنه. رحت عند حد تاني ووزنته، لقيته برضو نفس الوزن كيلو 400. رحت لواحد تالت كان بتاع سمك بقى. المهم عرفت ان بتاع السمك ده قال لي انا مش بقطع رزق حد، بس الراجل ده ميزانه مش كويس. المهم انا خدت السمك ورحت له تاني، قلت له جايز هو غلط في الميزان برضو. انا لاخر لحظه بقول بعد الظن اسمي، رحت له قلت له اوزن السمك ده انت تقريبا وزنته غلط. فقال لي خلاص تمام يا مدام هاتي موزنهولك ومش عارفه ايه. المهم وزنه لقاه 2 كيلو. يعني انت ميزانك يا عم الحاج هو اللي بايظ، او اللي انت اللي يعني مش عارف عامل فيه ايه فمخليه بيوزن بزياده. فقلت له طب خد السمك بتاعك واديني الفلوس. قام قال لي لا والله يا مدام ومش عارفه ايه انا هحط لك سمكيه بوري. يعني انت عارف انت ميزانك بايظ، انت عارف يا عم الحاج ان ميزانك بايظ ليه بتدهوني؟ المهم قلت له لا انا عايزه الفلوس بتاعتي، وكان في ناس واقفه كتير. بس ما كسفتش، قلت له انا عايزه الفلوس بتاعتي وخد سمكك وربنا يعني ايه ربنا يكرمك. وسبته ومشيت. المهم بقى يعني انا اللي عملته صح ولا غلط، ولا كنت المفروض اعلي صوتي عشان الناس يعرفوا ان هو كده ولا ايه مش عارفه. المهم ده اللي قدرني عليه ربنا وعملته. المهم ان انا خدت فلوسي يا جماعه الحمد لله. المهم انا حطيت ورق الفويل ده علشان خاطر الجبنه بتاعتي ما تجمدش فوق الوش وهي بتستوي. تقريبا بتاخد نص ساعه في الفرن لغايه لما القعر بتاعها ياخد لون والبطاطس بتاعتي تستوي تبقى كويسه وحلوه كده. وبعد كده اول لما تستوي البطاطس يعني بعد نص ساعه تشيلي الفويل بتاعك من فوق البطاطس وتولعي الشوايه تاخد لون حلو كده. ايه الاخضر اللي فوق الوش ده؟ انا لا يمكن اقعد كده من غير ما ادي حاجه كده يعني ايه حاميه كده، يعني في الفلايه كده حراقه شويه قطعتها صغير ورميتها فوق الوش. هتدي طعم حلو جدا للطاجن بتاعنا ده. يعني هي فيها من المسقعه شويه بس من غير صلصه. يعني احنا بنوفر الطماطم غاليه، ده انا لقيتها بكام دلوقتي، كانت ب15 تقريبا او 16. المهم الوصفه بتاعت النهارده خلصت وطعمها كان حلو جدا جدا جدا، تستاهل بقكم. فلو عجبك الوصفه يا ست الكل يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتقولوا لي برضو ايه رايكم في الكومنتات في الحكايه اللي انا قلتها دي او اللي حصل لي النهارده. تقولوا لي ايه رايكم كان المفروض اعمل ايه. من غشنا فليس منا طبعا. ربنا يهدي كل الناس يا رب. واشوفكم بقى المره الجايه ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات حلويات اكلنا مع ده الحديدي في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.